السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تشفع عليها القلوب وتنفرج بها الكرب. انا جبت حلة، حطيت فيها كوباية مكرونة، اي نوع مكرونة عندك. تمام. والمية دي لازم تكون سخنة. تمام، كأنك بتسلقي المكرونة عادي عادي خالص، كأنك بتسلقي المكرونة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين المكرونة اهي بدأت تستوي. ده انا عايزاها تعجن خالص يا ولاد، مش عايزاها تستوي بس، يعني عايزاها تكون مستوية زيادة عن اللزوم. مش لانك انت هتطبخيها، لا، ده احنا هنعمل بقى حلويات دلوقتي. تعالوا 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 لما نشوف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هحطها بقى في الشفشق واحط معاها حليب بتاع الخلاط عشان اضربها فين في الخلاط يا ولاد. بصوا، حطيت حليب الاول، بعدين حطيت المكرونه، وبعدين بزودها تاني بالحليب عشان تكون بردت المكرونه شويه. تمام. يلا بينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هديها ضربه كده في الخلاط، اوريكم شكلها عامل ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تمام كده يا بنات. يلا ادي المكرونه بالحليب ضربت، بس رجعت عدت عليها تاني. عارفين ليه؟ عشان تنعم قوي، تكون ناعمه قوي. تمام. يلا حط فيها ايه؟ عارفين؟ آه عارفين الكاستر والجيلي؟ هنجيب، بس خدنا الاول الجيلي حطينا منه اهو زي ما انتم شايفين. فضيت باكت واحط معلقتين نشا زي ما انتم شايفين اهو، واحط شويه فانيليا واضربهم في الخلاط وارجع اصفيهم تاني. تمام. بعد كده اقوم جايه قايده الغاز عليهم وسايباهم شويه ايه، اقلب فيهم كده على النار شويه. تمام. زي ما انتم شايفين اهو. قولوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وازود شويه حليب لان هي كانت تقلت مني. قولوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين اهوت. اعملي العزيزيه او المكرونه المهلبيه زي ما بتتسمى عند الضمايطه. شايفين سمكها عامل ازاي؟ بس تاخد غلوة وهقوم طافية عنها ونصبها في الصينية. بعد كده ما تستعجليش، تعالي 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 لما نكمل مع بعض. زي ما انتي شايفة كده، هجيب قطعتين زبدة واقوم حطاهم. تمام. وادوبهم فيها كده، واجيب الصينية بعد كده وادهنها برضو ايه زبدة. خلاص. افرش الزبدة في الارضية بتاعت الايه الصينية اللي انا هحطها في الفرن زي ما انتوا شايفين كده. اقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتوا شايفين يا ولاد كده اهوت. اقوم صباها بقى، اسيبها تهدى شوية كده وبعدين اقوم صباها في الصينية دي. عندك صينية مدورة مفيش مشكلة، صينية مربعة مفيش مشاكل. انا سبتها لما هدت شوية وبعد كده رحت صباها زي ما انتوا شايفين اهوت عشان احطها فين في فرن البوتاجاز. انا سبتها لما هدت شوية، يعني مش بردت. اوعى تسيبيها تبرد. بعد كده اجيب بقى برضو ايه زبدة كده سايحة، واقوم مسقسقة عليها كده، يعني حاطة عليها على الوش زي ما انتوا شايفين. انا بقول بلغتي اني مسقسقة. تمام. انت بقى شوفوا انت عندكم في كل بلد بقى لها ايه لغة. انا بحطها كده زي ما انتوا شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اوزع الزبدة او الدهن بتاعها عليها كده. تمام. قولوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واحطها بقى في فرن البوتاجاز وهتطلع اسيبها لما تبرد عشان اقطعها. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ قولوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين يا ولاد؟ والله تحفة 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 تحفة. قولوا اللهم بارك. اللهم بارك. ما شاء الله. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ ومش لدعة، ما لدعتش مني، ما اتحرقتش من تحت. زي ما انتم شايفين اهو. جميلة جميلة جميلة. صحة وهنا على قلبكم. وما تنسوش تدعموني بشير ولايك، واكتبي انت من اي دولة بتتابعينا، وان شاء الله تعجبكم وصفاتنا، وان شاء الله يكون على قلبكم بصحة وهنا يا رب. سلام عليكم.